عمرك لاحظت وانت بتتفرج على اي فيلم او مسلسل ان الشخصية ممكن تبقى قوية او ضعيفة من غير ما تتكلم؟ ده مش سحر، دي زوايا الكاميرا. دي اكتر زاوية محايدة. الكاميرا بتكون في مستوى العين، كأنك بتتكلم مع الشخصية وجها لوجه. بنستخدمها لما نحب نخلي المشاهد يحس ان الشخص اللي قدامه طبيعي، مش اقوى ولا اضعف. لما بنصور من فوق بنخلي الشخصية شكلها اضعف واصغر وبتكون مضغوطة في المكان. بتستخدم كتير في الدراما او مشاهد الاعلانات اللي فيها احساس بالهزيمة او الخوف. العكس تماما لما نصور من تحت، بنكبر الشخصية، نخليها مسيطرة قوية او حتى ممكن تبقى مخيفة. مشهورة جدا في اعلانات للمنتجات القوية او في مشاهد الابطال الخارقين. اللقطة دي بتدخلنا جوه الحوار، بتحطك مكان الشخص اللي بيتفرج او بيتكلم. مثالية جدا للانترفيوز او الحوارات، حتى الاعلانات اللي فيها تفاعل بين شخصيتين والبينج بونج. لو حسيت ان في حاجة مش طبيعية، الزاوية دي ممكن تكون السبب. بنميل الكاميرا لما نكون عايزين ندي احساس بالتوتر، الخطر، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش في مكانها، أو العالم مش ثابت. استخدمها طبعا بحذر لأن تأثيرها قوي جدا. في النهاية الزاوية مش بس شكل، دي رسالة. كل زاوية بتغير الإحساس، وده سر من أسرار المخرجين والمصورين في السينما وفي الإعلانات وفي المسلسلات. جرب تصور نفس الشيء بأكتر من زاوية وهتشوف القصة نفسها بتتغير.